تاني هنبدأ فيديو جديد. ازيكم، اخباركم ايه؟ عايز اشكر مدام عزة من اسكندرية عشان هي اللي اثارت موضوع الميثوتريكسيت لاقراص وبعتت لي العلبتين بتوع الميثوتريكسيت اللي انا نزلتهم في البوست اللي فات. هي بعتت العلبتين عشان تسألني العلبة ان هي فيهم هي الاحسن، فانا كان ردي هي في واحدة زرقاء وفيها دايرة صفراء، والتانية بيضة وفيها اطار برتقالي. فانا قلت لها الاتنين كويسين لكن الافضل الصفراء. خلاص. زي ما انا قلت لكم الميثوتريكسيت طول عمرها بتكون اقراص صفراء والعلبة صفراء. النهارده بس بعد 25 سنة بستخدم الميثوتريكسيت اكتشفت ان هي العلبة برتقاني او برتقالي مش اصفر. خلاص. فالعلبتين اللي كانت هي بعت الصورة بتاعتهم وانا نشرتها، العلبتين دول من شركتين كويسين جدا، واحدة من شركة ساندوز والتانية شركة فايزر. فالاتنين شركات عالمية كويسة جدا. هو بس جرت العادة ان دايما العلبة بتبقى اللون البرتقالي، فعشان كده انا قلت البرتقالي، انما الاتنين كويسين جدا. اما نيجي نتكلم على الميثوتريكسيت الاقراص بصفة عامة، اولا هي الاقراص كلها لو لاحظتوا ان هي تركيز 2.5 مللي، وهي في العالم كله بتكون 2.5 مللي. يعني حتى الناس اللي بتجيب علب من امريكا من كندا من فرنسا من الامارات كلها 2.5 مللي. ما شفتش الا حاجه كده نادره، ما فيش داعي نقولها، لكن هي كلها بتكون 2.5 مللي في العالم كله. خلاص. طيب الشركات الموجوده ايه هنا في مصر؟ العلبة اللي هي لونها أبيض في أزرق دي شركة مجهولة، أنا معرفش هي صناعة إيه أساسا، ومش مكتوب عليها ولا هي مصري ولا هي صيني ولا هي إماراتي، فأنا فعلا مش عارف العلبة البيضة في أزرق دي صناعة إيه. لكن ماشي أمورها. في علبة تانية بيضة في أخضر شغالة برضو. دول العلبتين اللي موجودين في مصر. العلبة الصفراء أو البرتقالي اللي هي ساندوز دي، وفي واحدة تانية بتاعت إبوي. العلبتين دول علبة إبوي دي بالذات تنزل مصر. خلاص. الشركات العالمية إبوي وساندوز وفايزر دي شركات عالمية، فطبيعي بالنسبة لي أنا بثق أكتر في الحاجات اللي هي من شركات عالمية معترف بيها ومعروفة، فعشان كده بفضلها يعني. في ناس بتجيبها من السعودية. العلبة اللي في السعودية علبة كويسة جدا 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 اللي هي بتاعت شركة إبوي الأصلية، شركة كويسة جدا. أعتقد إن هي كان سعر 50 قرص، العلبة 50 قرص 50 ريال. خلاص. في ناس سألت عن السعر، ومدام عزة نفسها بعتت تسألني عن السعر. طبعا انا ما اعرفش الاسعار تحديدا، ولاحظتوا العلبتين اللي في الصورة دول علبتين مكتوب عليهم باليوناني، فدي علب مش جاية مستوردة، دي جاية مهربة من اليونان. يعني حد راح اشترى مثلا 20-30 علبة ميثوتريكسيت يوناني ونزل باعهم هنا. خلاص. فهي ملهاش سعر محدد، كل واحد بقى على حسب ما هيجيبها وحسب ما هيكسب فيها وحاجات كده. يعني هي قايله لي ان هي ناس قالت لها ب 350 و300 و400. هي اذا وقفت العلبه ال 100 قرص ب 350 او 400 ده يبقى سعر مناسب جدا، لان لو جينا نحسب بتاعه السعوديه فيها 50 قرص ب 50 ريال، يعني يقف القرص بريال. الريال السعودي النهارده ب 9 جنيه تقريبا. خلاص. فلو حسبتوها بالشكل ده ان القرص ب 9 جنيه يبقى ده السعر المعقول للعبوه الاصليه. خلاص. فلو لقينا علبه 100 قرص هيقف سعرها ب 900 جنيه، فلو لقيناها ب 400 ب 500 ب 350 يبقى ده سعر معقول جدا. طيب الميثوتريكسيت بتستخدم في ايه؟ انا متهيألي كده غطينا موضوع الاقراص. يعني العلبتين اللي موجودين في مصر قلناهم، العلبتين اللي في الصورة اللي جايين من اليونان قلناهم، العلبة من السعودية قلناها. في علبة النهاردة كانت في واحدة عندي جاية من الكويت، جايبة العلبة اللي هي بتاعت إبوي. بتاعت إبوي دي ما بتبقاش شرايط، بتبقى برطمان رفيع كده لونه أبيض في أصفر برضه وأبيض في برتقاني يعني، وجواها الأقراص. دي شركة إبوي الأصلية، بتبقى في برطمان كده. خلاص. برطمان رفيع. الميثوتريكسيت بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في علاج الروماتويد، هي العلاج الاساسي والاول في علاج الروماتويد. بتستخدم في علاج الصدفية الجلدية والمفصلية. بتستخدم في تقريبا كل الامراض المناعية. كل الامراض المناعية بيستخدم فيها الميثوتريكسيت. في ناس بتسأل طب ايه مشاكلها، ايه اعراضها الجانبية؟ مفيش داعي لاي دواء ان احنا نفكر ايه مشاكله وايه اثاره الجانبية، احنا الاول نفكر في فايدته.
فايدة الدواء انها توقف المرض، لو فكرنا في مشاكله يبقى مش هناخده. خلاص، فايدته اكبر كتير من اضراره. طيب طب احنا بنخاف من اضراره، طبيعي، الطبيب مهمته ان هو يخلي باله ان ما يحصلكيش اضرار الدواء. ازاي؟ بان احنا بنعمل تحاليل للمتابعه قبل ما تاخدي العلاج، وكل 3 شهور وانت ماشيه على العلاج بتعملي التحاليل بانتظام، نقوم نطمن ان مفيش اي مشاكل كلى، مفيش اي مشاكل كبد، مفيش اي مشاكل دم، فناخد الدواء بانتظام واحنا مطمنين. فالميثوتريكسيت حتى هذه اللحظة هي العلاج الأول للروماتويد وللصدفية الجلدية والمفصلية ولأمراض مناعية كتير. خلاص؟ طيب في حد كاتب بيسأل الميثوتريكسيت الحقنة الواحد سنتي تعادل قد إيه من الإقراص؟ الحقنة الواحد سنتي بتعادل حوالي 9 حبات. ال9 حبات بيتاخدوا ازاي؟ ال9 حبات بيتقسموا على مدار اليوم مرة واحدة في الأسبوع، يعني بدل ما ناخد حقنة 1 سنتي نقوم اخدين 9 حبايات من ال2.5 مللي دي، 3 حبات الصبح، 3 حبات العصر، 3 حبات بالليل. لو حد بيقدر يبلع ال9 مع بعض ما عندناش مانع. هل الحقن أفضل ولا الحبوب؟ يعني في خلاف طبي في الموضوع ده، هما الاتنين نفس المادة، لكن لو حد معدته ما تتحملش 9 حبات و8 حبات و7 حبات وكده بقى يفضل ياخد الحقن. لو حد معدته بتستحمل يبقى الحبوب كويسة جدا. خلاص. طيب الميثوتريكسيت الحقن بقى، الميثوتريكسيت الحقن دي مشكلة أكبر بكتير، لأن الأقراص سهل بتيجي من السعودية زي ما انت شفتوا، بتيجي من اليونان، بتتهرب من هنا من هنا، بتيجي من أي حتة، وفي أقراص موجودة في مصر العلبة البيضاء في أزرق، ماشي أمورها يعني. لكن الحقن مش متوفرة بالشكل ده. الحقن حاليا يا إما الحقنة الأصلية ودي قليلة وللأسف بقى ليها سوق سودا، والسوق السودا دي كل واحد بقى بسعر، هي أساسا سعرها الرسمي المسعر 62 جنيه تقريبا اللي سمعته، وبتتباع في صيدلية الإسعاف الحكومية بصورة الروشتة وصورة البطاقة. صيدلية الإسعاف اللي فين؟ اللي في وسط البلد في رمسيس. طيب مش عارف اللي في رمسيس ولا عند دار القضاء العالي، المهم هي في حته في المنطقه اللي هناك دي في وسط البلد يعني. فبالروشته وبالبطاقه. ده بالنسبه للميثوتريكسيت الاصليه. غير كده بقى بتتباع في الصيدلات العادي بقى، كل واحد ونصيبه حسب السوق السوداء والكلام ده بقى زي اي حاجه مستورده يعني. اما الحقنه المصري الموجوده حاليا لا انصح بها، لانها اللي اخدوها اغلبهم تعبوا. في ناس ماشيين عليها وكويسين، خلاص اللي مشي عليها وكويس حظه حلو الحمد لله. لكن انا لاحظت كذا حالة، يا اما الحقنة بتوجعني، يا اما الروماتويد زاد عليا بعد ما خدت الحقنة دي، يا اما انزيمات الكبد زادت عليا، يا اما اعراض الترجيع والغثيان والحاجات دي زادت مع الحقنة المصري. فانا عشان كده ما بنصحش حاليا بالحقنة المصري الموجودة دلوقتي. كان في حقن تانية قبل كده، اللي موجودة دلوقتي ما بنصحش بيها. اما الحقنة المستوردة فممتازة وما فيش خلاف عليها. الحقنة المستوردة بتتعاطى تحت الجلد وبتتعاطى عضل. نعرفها ازاي الحقنة المستوردة؟ الحقنة المستوردة مكتوب عليها ميثوتريكسيت والإزاز بتاعها شفاف، بتشوف السائل الأصفر بعينك جواها. الحقنة البديلة المتوفرة دلوقتي اسمها يونيتريكسيت وإزازها غامق، دي ما بنصحش بيها. خلاص. في اي اسئله تانية؟ ده كده ملخص الموضوع. اذا بنشكر مدام عزه انها اثارت الموضوع. مدام عزه من اسكندريه، ممكن هي تقول لكم بقى جايباها منين من اسكندريه، عشان لو حد عايز يشتري العلبتين اللي في الصوره الاتنين كويسين جدا، واحده من شركه فايزر وواحده من شركه ساندوز. في حد في التعليقات مرات روماني، يا روماني ما طيب عشان بس نكمل اللايف. في حد في التعليقات بيقول شركة ساندوز وشركة فايزر، وبالتالي دي دعاية للشركات. الحقيقة ان الدوايين دول ما لهمش دعاية وما لهمش شركة بتيجي تتكلم عنهم، والاتنين جايين متهربين من اليونان، يعني ما فيش اي فكرة دعاية في الموضوع خالص. ده الميثوتريكسيت اساسا ملهاش دعاية، يعني مفيش مندوب ادوية بيجي يتكلم عن ميثوتريكسيت. ميثوتريكسيت دي دواء اجباري هتاخده، يعني مفيش حد هيجي يعمل لك دعايه يقول لك تعالى خد سكر، تعالى خد رز. ده دواء ملوش اي دعايه شغاله عليه، فلا شركه ساندوز عامله عليه دعايه ولا شركه فايزر عامله عليه دعايه، ان دي ادويه كده كده الناس بتستعملها على طول. خلاص
كان في واحدة زعلانة بتقول انت بتضحك وبتهزر. اه، ما احنا بنضحك وبنهزر مع الناس، يعني نغمهم وننكد عليهم ونقعد نزعق لهم ونزعلهم ونقول لهم لا ده انت مريضة وده انت تعبانة، لا، نضحك ونهزر والناس تتبسط. ومدام عزة بعتت لي وضحكت، وقلت لها هشوف رأي الجمهور في موضوع الأصفر والبرتقاني والحاجات دي، والناس تضحك مع بعضها. يا جماعة الحياة مش ناقصة غم وهم عشان نقعد ننكد على بعض يعني. بس يا رب اكون غطيت كل الاسئله كده. اعتقد مفيش اي اسئله تانية. هيبقى في لايفات تانية كتير نتكلم فيها عن كل الاجابات، وانا هبص على التعليقات، لو في اي حاجه هرد لكم عليها في التعليقات. بس خلاص. اذا لما اقول العلبه الصفراء بعد كده مقصود بيها برتقاني. يلا اشوفكم على خير، وسهرناكم النهارده، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير، ودايما اقول لكم المعلومات اللي تستفيدوا منها، وتصبحوا على خير. باي باي.